تم الكشف عن ابتكارات مغربية خالصة صديقة للبيئة، فقد قدمت الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك أول سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية فقط دون الحاجة إلى الوقود. السيارة أطلق عليها اسم أصلان، وهي من صنع مغربي. هي سيارة كهربائية 100% مغربية الصنع، تستطيع السير بسرعة 130 كيلومتر في الساعة وأن تقطع 200 كيلومتر دون شحن البطارية. سيارة كهربائية صممها مهندسون مغاربة، وهي نتيجة خبرات محلية مستوحاة من السيارات الدولية. ومن بين مميزات هذه السيارة أنها تقدم معلومات عن موقعها الجغرافي، وكذلك تحتوي على نظام خاص للتحكم عن بعد لضبط معايير السلامة أثناء تحركها. ويعمل المهندسون حاليا على تطويرها أكثر فأكثر. نعمل اليوم بجد لإيجاد حل يسمح للسيارة بقطع مسافات أطول، وهذا يعني توفير سيارة تقطع مسافات طويلة بدون أن تتوقف وبدون حاجة لشحنها. ويتوخى من هذا الاختراع الذي أنجزته مكاتب دراسات مغربية مواكبة الجهات والجهود الرامية